لامين يامال. بص دي، هو احنا ما بنخشش في مجال مش بتاعنا ولا حاجه، ده مجال بتاعنا بالظبط، مش مجال كوره ولا حاجه. ده بص كده، ايه ده بقى؟ دي 3 وده 0 ودي 4، اللي هي ايه؟ 304. ده رمز الحي بتاع المهجرين وبتاع الغلابه البؤساء في اسبانيا. فط كده اب مغربي ومتجوز واحده من غينيا الاستوائيه، واتجوز بدري وخلف عيل. الاب عنده 34 سنه وعنده ابن عنده 16 سنه. كلكم شفتوه. مش معقول يا جمال المذيع الجميل ده، يا جمال يا جمال هم بيقولوا له لامين يامال، انما هو اسمه امين جمال، يعني حاجه زي كده. القضيه عندنا لاعب كوره واضح انه ان شاء الله يكون ليه مستقبل مشرق. هو لاعب الجون اللي احنا شفناه والاجوان اللي جابها قبل كده وسمعته في البتاع، لانه بيقول لك برشلونه عامله عليه غرامه $1,000,000,000 لو فك العقد. يدفع غرامه $1,000,000,000. ليه؟ لانه صغير. انا طبعا انتوا عارفين في الكوره مساله ان اللعيبه الصغيره دي، انا افتكر بيليه كان كده ومارادونا كانوا كده، بس اعتقد ان بيليه هو اللي كان صغير جدا في كاس العالم، لان هو مش بيلعب في نادي في اسبانيا، هو بيلعب في برشلونه. لا، ده خدوه في منتخب اسبانيا. عيل صغير لكن فنان، واضح انه مختلف. فيقوم يجيب الجون يروح عامل كده، عامل كده، يروح عامل كده، يروح عامل كده. ما تبقاش عايز منه حاجه اكتر من كده. يروح عامل كده. وعندنا حاجات تبقى هي دي القيمه، دي قيمه النجاح، ودي حلاوه النجاح. هو ده المطلوب، هي دي النجوميه. شوف الولد متربي في الحي ده وطلع من الحي ده، يا خلاص بقى بلا حي بلا بتاع بقى، خلاص سيبك من الزقاق والحي وانطلق بقى ببرشلونه، وليك مستقبل وليك كل حاجه، نجوميه وشهره وفلوس وكل حاجه حلوه، وهو يستحق. لكن ايه قيمه ان انت تنجح وانت ما عندكش حاجه غير نفسك؟ فهو شايل الحي ده كله على كتفه على دماغه، لفت نظر العالم كله للحي. اسبانيا او يمكن الولايه اللي هو فيها دي عايزه تزيل الحي ده، خلاص مش هتقدر ابدا، مش هتقدر ابدا. تحت اي شعار وتحت اي مسمى، الولد ده عرفنا ان في حي للمهجرين او الغلابه او البؤساء او الناس التعبانه، مش هيقدروا يشيلوه ابدا بعد اللي عمله الشاب الصغير عن 16 سنه جمال ده. يعني هي دي القوه، هي دي. انت لما تشعر بان عندك قوه تضرب اللي حواليك ولا ساعدهم في بناء حياتهم وفي بناء مستقبلهم. ده اول ما جات له قوه، ده لسه بيقول يا هادي، اول ما جات له قوه قال للناس اللي حواليه انا معاكم، مش هسيبكم، انتوا على دماغي وعلى كتفي شايلهم. هي دي الحاجه اللي الواحد بيتمناها من كل واحد ناجح في حياته. كل واحد ناجح في اي حته، في اي مجال، في اي شغلانه ناجح، لازم تاخد الناس اللي حواليك، لازم تعمل لحياتك قيمه ولحياتك معنى. ايه معنى ان انت تبقى غني وعندك 19 عربيه و19 بتاع و19 بتاع، واهلك او اهل جيرانك او وطنك اللي جنبك حالته كرب؟ دي كلها حاجات احنا واعيين عليها، حاجات بتتآكل من المجتمع. انما اقول لك ايه يا محمود، لا انت بتفكر غلط. ده جه واحد من اسبانيا، ابوه مغربي وامه من غينيا الاستوائيه، بعيد عنك خالص، ولا الحاجات دي مش بتتآكل ولا حاجه. انا مش هنسى الحته اللي انا نشأت فيها ولا الحي اللي نشأت فيه، وهدافع عنه طول الوقت. فاحنا عندنا قضيه، عندنا حد بندافع عنه. يعني قضيه لازم تبقى قضيه بس فلسطين؟ لا، عندنا قضايا كتير. كل القضايا اللي تمس حياتنا دي قضايا نبص عليها، محتاجه بصه، محتاجه مسانده من كل واحد فينا. شعارك انت ايه؟ ده شعار الولد الغلبان اللي بقى عدى. شعارنا احنا ايه؟